أهلا بكم في قناة فسر لي، أقوى قناة تفسير أحلام لأقوى المفسرين. تابعونا دائما لكل جديد في تفسير الأحلام، ولا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكل جديد. تفسير حلم اتصال الحبيب بعد الفراق. تفسير حلم اتصال الحبيب بعد الفراق للعزباء. اتصال الحبيب السابق للرجوع يعبر عن انتهاء الأزمات التي كانت تعاني منها الحالمة والبدء في حياة جديدة تنعم بها بالفرحة والسعادة. بكاء الحبيب السابق على الجوال يؤول إلى الهموم والأحزان التي تتراكم على الحالمة ورغبتها في الرجوع إلى حبيبها، ولكنها لا تقوى على فعلها. سماع صوت الحبيب السابق حزين يشير إلى ندم الحبيب السابق، وهو يرغب في الاعتذار من الحالمة نظراً للأفعال السيئة التي قام بها. رفض الرد على اتصال الحبيب الأسبق يرمز إلى قوة شخصية الحالمة وقدرتها على تمييز الأمور الجيدة في حياتها واهتمامها بالمستقبل. رؤية اتصال الحبيب السابق في العمل يشير إلى انتهاء المشكلة التي تجمع الحالمة مع زملائها في العمل والتي كانت تتسبب في ترك عملها. السعادة عقب رؤية اتصال الحبيب الأسبق دليل على حصول الحالمة على أحد الأمور التي كانت تعتقد أنها لا يمكن أن تصل إليها، مما يسبب لها الشعور بالسعادة. الخوف من اتصال الحبيب الأسبق يعبر عن وجود مجموعة من الأصدقاء السيئين الذين كانوا يسببون الضرر لها وخوفها من أفعالهم التي تسبب لها الضرر. اتصال الحبيب بعد فترة طويلة يؤول إلى خير قادم للحالمة تلك الفترة، ويكون في الغالب خطبتها والزواج في القريب العاجل من شخص ترغب به. رؤية اتصال الحبيب السابق في مكان مهجور يشير إلى رغبة الحالمة في ترك الطريق السيء الذي تسلكه ورغبتها في الحصول على مساندة من المقربين. اتصال الحبيب السابق دليل على انتهاء الخلافات التي كانت تجمع الحالمة مع خطيبها وبداية تحضيرهم للزواج. تفسير حلم اتصال الحبيب بعد الفراق للمتزوجة. اتصال الحبيب السابق وبكائها يشير إلى الهموم التي تتراكم على الحالمة تلك الفترة ورغبتها في الحصول على المساندة. اتصال الحبيب السابق المشهور دليل على المكانة العالية التي سوف تتمتع بها الحالمة في القريب، ويكون في الغالب بسبب حصولها على وظيفة جديدة. الحديث الطويل والغضب مع الحبيب السابق يعبر عن الخلاف الذي يجمع الحالمة مع أحد أصدقائها السابقين وعدم قدرتهما على حل تلك الخلافات التي تجمعهما. طلب الرجوع من الحبيب السابق يشير إلى الندم الذي يشعر به الحبيب. الحزن عقب سماع صوت الحبيب الأسبق دليل على عدم تجاوز الحالمة لبعض من المشاكل السابقة والذي يكون سببا لحزنها تلك الفترة. رؤية اتصال الحبيب السابق بالأخت دليل على وجود مجموعة من أصدقاء السوء يحيطون بالحالمة في حياتها تلك الفترة، مما يجب عليها الحذر عند التعامل. سماع صوت الحبيب السابق في الهاتف وهي مريضة يرمز إلى انتهاء الأزمة المرضية التي كانت تعاني منها الحالمة تلك الفترة وبدء استعادة صحتها. السعادة باتصال الحبيب السابق ينم عن المشاكل الزوجية التي تعاني منها الحالمة تلك الفترة في حياتها بسبب تصرفات زوجها تجاهها وهي تشعر بالوحدة. رؤية اتصال الحبيب السابق وكان ابن عمها دليل على انتهاء الخلافات التي كانت تجمع الحالمة مع عائلتها. استقبال المكالمة على الهاتف الأرضي ينم عن قدوم بعض الأخبار السيئة والتي قد تكون في الغالب مرض أحد أفراد العائلة. الخوف عند رد زوجها على الحبيب الأسبق دليل على عمل الحالمة العديد من الأمور السيئة وهي خائفة من أن تنكشف أسرارها ويجب عليها البعد عن ذلك الطريق. تفسير حلم اتصال الحبيب بعد الفراق للحامل. الغضب عند سماع صوت الحبيب السابق دليل على وجود أحد الأشخاص المتطفلين في حياة الحالمة وعليها الحذر. رؤية اتصال الحبيب السابق وطلب السماح
دليل على وجود أشخاص قد تتسبب بالضرر للحالمة في حياتها تلك الفترة ورغبتهم في العفو من الحالمة، وهي متحيرة نتيجة الضرر النفسي التي كانت تشعر به. المشاجرة مع الحبيب السابق في الهاتف يرمز إلى المشاحنات والصعاب التي تمر على الحالمة في حياتها تلك الفترة نتيجة خلافها مع زوجها. رفض الرد على اتصال الحبيب السابق يؤول إلى رفض الحالمة الحصول على المساعدة في العمل من قبل أحد معارفها السابقين نتيجة الخلاف الذي يجمعهم. رؤية اتصال الحبيب السابق في المستشفى والحزن يشير إلى الأزمة الصحية الصعبة التي تعاني منها الحالمة والتي قد تصل بها إلى المضاعفات وخسارة جنينها. اتصال الحبيب ونسيان الحديث بينهما دليل على رغبة في إخراج الأشخاص المسببين لها الضرر من حياتها والبعد عنهما. سماع خبر سعيد من الحبيب السابق يرمز إلى الحالة الصحية الجيدة للحالمة وللجنين ومرور عملية الولادة دون حدوث مضاعفات. رؤية زوجها يرد على الحبيب السابق يؤول إلى كثرة الخلافات التي تجمع الحالمة مع زوجها تلك الفترة وقد تصل إلى الانفصال. تفسير حلم اتصال الحبيب بعد الفراق للمطلقة. اتصال الزوج السابق لها ينم عن رغبة زوجها السابق في إنهاء الخلافات بينهما والرجوع معا مرة أخرى وهي متخبطة. رؤية ابن عمها حبيبها الأسبق ويتصل بها دليل على رغبة أحد المقربين لها في التقدم إلى خطبتها ويكون في الغالب شخصا جيدا لها. ظهور الجوال يرن باسم حبيبها السابق يؤول إلى كثرة تفكير الحالمة في حبيبها السابق ويكون ذلك في الغالب بسبب شعورها بالوحدة عقب الانفصال. السعادة عند رؤية اتصال الحبيب السابق يرمز إلى رغبة الحالمة في إنهاء الخلافات التي تجمعها مع زوجها والعودة معا مرة أخرى. الخوف من اتصال زوجها الأسبق يشير إلى الخلافات التي تجمع الحالمة مع زوجها السابق والذي كان سببا لها في الضرر النفسي والإصابة بالاكتئاب. رؤية زوجها السابق يبكي في الهاتف دليل على الندم الذي يشعر بها الزوج السابق للحالمة ورغبته في الاعتذار لها وعودة العلاقات بينهما مرة أخرى. الإجابة على اتصال حبيبها السابق في مكان جميل يعبر عن المكانة المرموقة التي تتمتع بها الحالمة تلك الفترة عقب الحصول على المساعدة من قبل أحد من معارفها السابقين في العمل. اتصال حبيبها السابق المتوفى وكان يصرخ دليل على طلب المتوفى من الحالمة إخراج الصدقات نيابة عنه والدعاء له. سماع صوت مرعب عقب الإجابة على الاتصال يكون ذلك الحلم بمثابة تحذير للحالمة بالبعد عن الطريق السيء الذي تسير فيه والتي تكون نهايته مظلمة. الحصول على اتصال من شخص تكرهه ينم عن وجود مجموعة من الحاقدين الذين يحيطون بالحالمة تلك الفترة ورغبتهم في إلحاق الضرر بها. الرد على مكالمة الحبيب المحب دليل على الحياة الجيدة التي تنتظر الحالمة في الفترة القادمة والتغيير الإيجابي الحادث لها. شكرا لكم على وصولكم إلى هنا ونتمنى لكم أحلاما طيبة، ولا تنسوا متابعتنا للمزيد من تفاسير الأحلام والرؤى على قناة فسر لي.